أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. شاهد حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوزيه جوميز لخلافة كولر. نفى محمد الضيف المسؤول عن إدارة الإعلام بنادي الفتح السعودي ما تردد بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السعودي لخلافة مارسيل كولر. وبات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبا للغاية من الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب تذبذب نتائج وأداء الفريق هذا الموسم. وقال محمد الضيف في تصريحات: غير صحيح موضوع جوميز، لدينا مباراة مهمة يوم الأحد، ويستعد الفتح السعودي لمواجهة الفيحاء يوم الأحد المقبل في الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي. ويحتل الفتح السعودي المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، ويتواجد الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة. وارتفعت الأصوات المطالبة برحيل كولر والتعاقد مع مدير فني يستطيع إعادة الروح إلى الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، في ضوء تواضع النتائج والمستوى خلال الموسم الجاري. ورغم نفي مسؤولين في الأهلي تفكير إدارة النادي في الإطاحة بالمدرب السويسري وانتظار نهاية الموسم لتحديد مستقبله، قال مصدر في القلعة الحمراء للدستور: مواجهتنا للهلال السوداني وبيراميدز تحددان مصير كولر. ويلتقي الأهلي الهلال السوداني الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم يصطدم بمواجهة بيراميدز السبت الموافق 12 إبريل الجاري في الجولة الثانية من منافسات مجموعة تحديد بطل الدوري. وأضاف المصدر: خسارة أي من المباراتين من شأنها القضاء على حلم الأهلي في الفوز بدوري الأبطال والدوري هذا الموسم، فالفريق يحتاج للفوز أو التعادل أمام الهلال السوداني للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال. أما الخسارة بفارق هدفين فتجعله يودع البطولة. وواصل: كما يحتاج الأهلي للفوز على بيراميدز في الدوري لتقليص الفارق مع الفريق السماوي إلى نقطة، ومن ثم الحفاظ على أماله في المنافسة على لقب الدوري، مع احتلال بيراميدز القمة برصيد 43 نقطة وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، مما يجعل خسارة المباراة تعني ضياع للقب الدوري بنسبة كبيرة جدا. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.